مشاهدينا مساء الخير، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده وبالهنا. النهارده هناكل ايه بقى؟ النهارده هناكل شيش طاووق، هناكل رز المندي ده اللي هو بيبقى برتقاني على اصفر، ما اكلتوش قبل كده بس شفته. وبقى الحاجه اساسا اللي انا قاعده عشانها في الحلقه دي اللي هي السلطه بتاعه الكباب والكفته دي اللي بناكلها عند الحاتي زي ما بنقول، اللي هي بتبقى كلها ميه كده عظيمه عظيمه. انا حطوني في الحاجات الحرشه على طول. النهارده نرحب بالشيف عمرو عبد الناصر. ازيك يا عمرو؟ الله يسلمك. عامل ايه؟ كله تمام. كله كويس؟ كله كويس. يلا بقى يلا بقى نبدأ عشان مع انا بعض. هشرب السلطه على طول. تمام. اول حاجه احنا هنعمل مع بعض الرز يلا. عشان على ما نخلص بقيه حاجتنا يكون استوى. نحط الحله على النار هنا تسخن. تمام. هو أول حاجة المندي ده هنقول لازم مقادير. يبقى ضاني المندي ضاني ولا ده لازم؟ ها ضاني او لازم. ماعز. عشان كده انا بالظبط كده. ما بالظبط حاولتش كده. اجرب. لا بس هو نقول الرز عادي مقادير. احنا ممكن نعمله عادي ممكن خالص نعمله من غير لحمه مندي صح؟ خالص. بالظبط بالظبط. كده. انا عندي نص كيلو رز بسمتي. تمام. او كوبايتين رز بالظبط. تمام. عندي بصلايه مفرومه. ماشي. عندي الزبده والزيت بتوعي، عندي ورقتين لوري، عود قرفه خشب، حبتين حبهان، وعندي بودره زعفران ولون غذائي اللي هو البرتقالي. اوكي تمام. نبدا مع بعض على طول. يلا بينا. نحط الزيت. هتقولي المقادير تاني؟ عينيا. اوكي. نقول المقادير تاني. اول حاجه عندي كوبايتين رز بسمتي. عندي زبده وزيت، عندي بصلايه ناعمه مفرومه، عندي ورقتين لوري وحبتين حبهان وعود قرفه خشب والملح ومكعب المرق بتاعي. ماشي. عندي بودره زعفران. ايوه. واللون اللي هو البرتقاني ده بودره. البرتقاني الاصفر. بالظبط كده. حطيت الزبده عندي وهنزل على طول بالبصلايه بتاعتي. ماشي. طب احنا بقى لو عندنا المندي ده عشان الناس اللي بتحبه. حلو. ايه يعني يخش ازاي في الاكله دي بقى؟ يخش ازاي في الاكله دي؟ احنا بنجهز الحاجات بتاعتنا دي. الحله بتاعتنا بس طبعا ما بتبقاش حله ستانلس او الالومنيا دي عشان لو هعملها في الفرن، لو انا ما عنديش البرميل بتاع المندي. اوكي. تمام. وبعملها بجهزها كده بس بخلي الرز يغلي عندي. بالشوربه بتاعته. اول ما احط الرز اروح واخد الحله بتاعتي دي حاططها في الفرن وحاطط شبكه على الحله ده كده. انت بتاخد البخار. ايوه. بتاع المندي ده. ايوه. يطلع البخار بتاع الرز بيطلع. لا هو البخار بتاع الرز ده يطلع على اللحمه او الفراخ بتاعتي اللي معموله مندي. فالدهون بتاعه اللحمه او ده تنزل على الرز. يعني الرز هو اللي يبقى تحت والمندي ده اللي يبقى بالظبط كده فوق هو اللي لو انا ما عنديش البرميل بتاع المندي ممكن اعمل نفس الطريقه دي في الفرن. واحط شبكه او مصفى عندي او ورقتين سيلفر كويسين كده في الحله واحط اللحوم بتاعتي على الوش. اوكي. وادخلها الفرن. ايه ده؟ دي فكره حلوه دي اساسا جداً. حتى لو عملتها مع لحمه عاديه، لو عملتها مع فراخ، لو عملتها مع اي حاجه، هي مع الفراخ بتبقى ان هي تنزل البهاريز. ايوه. فالرز يبقى كله عندي طعم حلوه البهاريز دي. انا حطيت الورق اللوري والحبهان والقرفه كمان عشان ايه يطلعوا الحاجات بتاعتهم كده في بالظبط كده. حلو. انا جهزت عندي كده. ماشي. احط عندي مكعب مرق. ايوه اهو بالشكل ده كده. عندي لكل كوبايه رز بحط كوبايه ونص ميه عشان ده بسمتي. فاحنا برضه نعملها بالمقادير كده برضه عشان الساده المشاهدين يشوفوها ويشوفوا احنا بنعملها ازاي. ايوه. الكوبايه دي انا عملت كوبايتين رز. تمام. احط بقى 3 كوبايات ميه. ميه عندي تكون سخنه. ماشي. وهي مع التعود هعرف احط بعد كده الميه على طول يعني. ادي واحده. هو بيبقى اكتر من الرز العادي بتاعنا ده شويه حلوين يعني. بالظبط كده. ادي 2 وادي الثالثه. بالشكل ده كده. نحط بقى شويه اللي كانوا ناقصين في الكوبايات. المامهات ما بتتحرقش يا هيام. تصدق والله لسه كانوا عاملين حاجه، عارف الكوميكس اللي بيعملوها دي؟ افتكرت انا الام الوحيده. طلع موضوع جنرال. ايه بقى؟ دايما مثلا لما ييجوا يعملوا البطاطس فيعملوا كده ويجروا يعني، فاهم؟ لا احنا بنحط ايدينا جوه الزيت عادي. ايه اللي ما يخليش بقى الزيت ما يطلعش طرطشه وحاجات كده؟ لما اجي اعمل بطاطس ما اقليش البطاطس الا لما انشفها من الميه كويس. هاجي انزلها في الزيت والزيت سخن عمرها ما تطرطش. الطرطشه دي كلها بتبقى ميه. هو احساسهم بالزيت بغض النظر عن انت بتقوله ده، فاهم؟ فهو اكتشفت ان الامهات بيعملوا كده فعلا. عاملين بقى الكوميكس عماله تحط ايديها في الزيت وهو بيغلي. فقلت ايه ده يا جماعه؟ مش انا لوحدي. انا حطيت عندي هنا مكعب المرق. احط جنزبيل
الله. شويه حلوين بقى. تمام اهو بالشكل ده. ونبتدي احط الالوان بقى ولا ايه؟ عندي شويه بهارات فراخ. اوكي. تمام هيطعموا معايا الدنيا حلوه قوي. واخر حاجه عندي احط الملح اهو. طبعا عشان الشوربه عندي مش مملحه فازود ايوه هنزود الملح شويه. وهحط بودره الزعفران اللي هي الايه الاصفر. اوكي اهو. هحط شويه صغيرين مش كتير. واقلب عندي كده. تمام جلت عندي كده اروح نازل بالرز بتاعي على طول كله. امال البرتقاني ده هيبقى مين؟ البرتقاني ده بقى احنا هنشوف بقى هيتعمل ازاي. انا لو حطيت اللون دلوقتي البرتقاني هيعمل ايه؟ ايوه هيبقى خلاص بقى كل واحد. بالظبط ما انا استغربت. فاحنا مع بعض وهنشوف هو هيتعمل ازاي. هقلبه بس كويس واغطي الحله بتاعتي تغلي شويه وبعد كده اروح ناقلها على الايه؟ على نار هادي بالظبط. على ما تغلي نعمل شيش طاووق. نعمل التتبيله اللي احنا هنعمل عليها الشيش. ماشي. نجيب عندي بوله تتبيله الشيش بقى. تتبيله الشيش. قول المقادير بقى. عندي كوبايه زبادي، معلقتين مستردة، معلقه هوت صوص، وعندي بابريكا، فلفل اسود، جنزبيل، شويه بهارات فراخ والملح بتاعي. ماشي. وليمونه وفص ثوم. ماشي. تمام نبدا بقى ننزل عندي اهو علبه زبادي. تمام عندي معلقه مستردة. فراخ يعني زبادي ومستردة على فكرة. بالظبط شويه هوت صوص حلوين. احط بقى التوابل بتاعتي، رشه جنزبيل، رشه فلفل. اوكي. تمام رشه بهارات. تمام بابريكا. تمام زعتر فريش او مجفف. الله الفراخ ما تنفعش من غير زعتر. بحترم الزعتر جدا الحقيقه. هقطع عندي ليمونه واحطها بسرعه عندي بالشكل ده كده. تمام احط بقى ايه شويه ملح حلوين عشان الفراخ عندي. وهقلب بقى ايه الحاجات دي كلها مع بعض. اوكي ابص عليه كده. هنقله على طول. هتنقله على طول. ماشي هنقله بقى هنا كده بالظبط على طول. تمام هقلب بقى كل الحاجات دي كده. احط لك الطاسه تسخن ولا لسه شويه؟ ماشي ونهدي النار عليها شويه. ماشي. تمام انا جهزت الخلطه دي عندي كده واروح منزل عليها الفراخ على طول. تمام واقلبها كويس. هو الشيش طاووق يفضل صدور. ايه اللي ده؟ هو اللي في التوز بيكس ده بيبقى قطع لا والله ده انا كنت لسه هقول لك. فاكره الشيش اللي احنا عملناه اللي هو القطع الاوراق دي بتاخد تسويه شويه فدي ممكن اعملها على الجريل واسيبها شويه تاخد التسويه بتاعتها. انت دي هتعملها هنا؟ في ده هعملها هنا برضه بس هحطها في التوز بيكس عشان مع الفلفل والحاجات دي لو انا عملت شيش على ما الشيش يستوي هيكون الحاجات دي راحت خلاص مش مستويه. مع اني بحبها محروقه عادي جدا. انا اهو التبل عندي اهو. ماشي. وشكل القطعه مع التتبيله والزعتر. حلوه جدا. تمام. احط بقى الفلفل والالوان والبصل والحاجات دي. دي. ايه ده انت هتحطها؟ افتكرتك هتحطها في التتبيله. انا قلت ايه ده؟ خالص. ايوه ماشي. تمام. اشيل بقى كل ده عندي كده. تمام هبدا بقى ايه اسيخ الحاجه بتاعتي. حلوه سيخ دي. اول حاجه فعل جديد زي الكفته. فعل جديد. احط واحده فلفل، واحده بصل، بعد كده واحده فلفل. اوكي. تمام. واحده فلفل اصفر بالشكل ده كده. انا بقى احب اكل الحاجات دي عايزه اقول لك لوحدها من جمالها لما بتشرب من التتبيله. هو يفضل طبعا ان انا اسيب التتبيله دي شويه يعني. طبعا بالظبط. واعمل كده مع واحده فلفل بالظبط كده شكله كده. فلفل احمر بس فكره الزعتر دي هتدي طعم فظيع جدا. بالظبط كده. يلا اول سيخ. اول سيخ اهو كده عملنا ايه؟ ايوه ونقفله بقى. مع بعض نقفله بايه؟ بواحده بصل بالشكل ده كده. هنعمل مثلا بتاع 5 سياخ. اوكي.
انت المفروض هتحط ايه، زبده وحاجات؟ هحط شويه زيت بس خلاص، طالما الطاسه سخنه ماشي. مش هياخد وقت يعني. اهو كمان على ما الرز بتاعنا يستوي نكون احنا خلصنا ده خالص. اوكي. اهو ويفضل طبعا زي ما احنا قلنا انها تقعد على الاقل خالص ساعتين في التتبيله. طبعا هتديني تيست اعلى يعني. ما كل حاجه لما بتقعد تتبل احسن بتبقى احلى كده. وعلى فكره كمان بتطرى. ايوه يعني بالظبط. الزبادي والحاجات دي بتطريها. بتطريها جدا. هي مهمه الزبادي في الفراخ انها تخلي الفراخ تحتفظ بالطراوه بتاعتها انها تبقى طريه. ايوه بالظبط بالظبط. حتى لما اجي عشان اشويها اصلا الصدور، ما انا عشان كده سالتك. اه الصدور بتنشف، فاحنا عشان كده يعني حطينا زبادي. غير التانية الوراك بتبقى دسمه وبتبقى كمان كلها. الصدور مش بتاخد تسويه كتير بالظبط كده، فما خليهاش تنشف مني يعني. لو سويتها التسويه المظبوطه عمرها ما تنشف مني. أكلة سريعة ولطيفة. بالظبط كده، ما بتاخدش وقت خالص. الولاد يموتوا في السياخ العظيمة دي. وعلى فكرة مش مكلفة جدا يعني. أنا الشوية دول كده أنا ممكن أعملهم بنص كيلو أو بالظبط أو حاجة يعملوا لي شوية حلوين يعني. مع الرز مع السلطة الموضوع أنا لو رحت اشتريت دول من أي محل كده هيبقوا ليهم سعر كويس يعني. أنت عارف بقى أنا بحب تقطيعة الفراخ إيه يا عمرو؟ لما احب اشتريها مشويه يعني. مش اللي هو في ناس يقول لك ايه نص فرخه، هتاخد نص فرخه ولا هتاخد شيش طاووق ولا مش هتاخد ايه؟ في الشيش طاووق اللي هو بيبقى الفرخه متقطعه اصلا. ده اسمها فراخ شيش، مش شيش اسمها فراخ شيش. ايوه اسمها فراخ شيش. فراخ شيش دي بتبقى الفرخه. انا بقعد اشرحها له يعني، انا كل مره مش عارفه احفظ فراخ شيش فبقعد اقول له الفراخ تبقى متقطعه اسمها فراخ شيش بس. اوكي. تقطيعتها بتبقى ازاي؟ انا مش عارفه التقطيع. بتتقطع 12 قطعه. وزن الفرخه ما بيبقاش كبير، بيبقى اقصى حاجه ليه كيلو 200 جرام صافيه. انا اصلا انا ما بزودش عمري الفراخ دي عن 1200، بحس ان غير كده ايه ده انا باكل. اما بتبقى كبيره زياده عن اللزوم ما بتبقاش حلوه، بيبقى لحمها بالزبط. كبير وناشف. بالظبط كده. انا خلصت اخر سيخ ده. خلاص ده اخر سيخ اهو. ما خدوش وقت خالص. التتبيله كده قولها تاني. الزبادي والايه؟ زبادي، معلقتين مستردة، زعتر، ليمون، ملح وفلفل، ومعلقه بابريكا، ورشه جنزبيل. لا ما احنا الافضل يا هيام ان احنا نسيب الرز ما نقلبوش كتير يعني. سيبيه كده يتقلب بالظبط كده. احنا طالما غلى نهدي بس عليه النار ونسيبه براحته. بالظبط كده. اشيل ده بقى خالص كده. ايوه تمام. ده جاهز عندي. احط بقى شويه زيت. تمام. على ما يسخنوا نلبس ايه؟ نلبس الجوانس. انا اول مره الشيش طاووق دي يعني اشوفها بتتعمل على النار. بنعملها لو عندي جريل اللي هو المضلع ده زي الطاسه بس مضلع، ممكن نعملها عليه. بالظبط كده. او يتشوي على الفحم، وليه اكتر من طريقه. طيب يلا. وزع الزيت في الطاسه عندي كده. اعلي بقى النار دي كده شويه. ايوه تمام. يسخن واروح منزل عندي على طول. ولازم الطاسه تكون عندي سخنه بالظبط كده، ما تبقاش بارده يعني. ماشي. نجهز بقى الحاجه اللي احنا هنعمل فيها السلطه بقى. نجهز حاجتنا وعلى ما السلطه. ايوه هو ده كده ويتشرب كده بقى. عارف اللي بتشرب كده. عندي خياريه متقطعه. لا ده انت مقطعها اللي هي التقطيعه زي بتاعه المطاعم بالظبط. اللي هي مش صغيره. ازاي ده؟ ازاي بتقطعها طويل كده؟ استنى. انا عندي الخياره بجيبها بقطعها بالطول كده. بس مش نصين بس. لا بقطعها اكتر من واحده. طب ما انا بعمل كده. ايه بقى كده وبعد كده اقطعها بالورب. ايوه بالورب فتيجي معايا كده. فتيجي كده صح. بالظبط كده. عندي خيارايه متقطعه. عندي طماطمايه. تمام. عندي شويه فلفل الوان واخضر. واهم حاجه الفلفل الحراق ده. ايوه تمام عشان يديني شويه ميه سبايسي شويه. عندي بقدونس. هيام تسمع كلمه حراق ويجي لها انهيار عصبي.
نشوف بس امر إيه تبعي. الزيت عندي أمر سخن ولا تبعي. لأ. الزيت عندي سخن اهو. هنزل باسياخ الايه الشيش بتاعتي كده. لو عندي بقى ايه طلعت كبيره شويه اروح انا ايه كاسر دي كده اهي. اوكي. ودي برضو نروح عاملينها كده شويه على الاخر، بس اللي هم الحتتين في الاخر عشان هي بتبقى ايه طبعا اهي. مدوره. وما اقلبش ايه، ما اقلبش على طول. تمام. دي حتى لو يعني هو دي طريقه كده للي ما عندوش جريل. للستات البيوت اللي ما عندهمش ما جريل. عنديش جريل بالظبط. وفي بالظبط. ممكن نعملها في، يعني في ناس كتير بتعملها في الفرن. انا بعملها في الفرن، بس احط ينشف تحتها مني. حاجه وايه. ينشف. هو بينشف. ما هو عشان بينشف في الفرن. شويه لان النار كلها بتبقى عليه من بتبقى كل عليه صح. الاتجاهات. بس انا ساعات بغطيه بفويل فبيشرب لحد من ما نفسه. ايوه فيطلع وبعدين طري شوية. يا دوبك اشيله كده افتح الشوايه اللي هو ثانيه من الوقت. بالظبط. انا ممكن اعمله كده وبعد ما يستوي اروح جايب حته فحمايه صغيره ايوه وحاططها ومغطيه. بس خلاص بقى مشوي. يبقى خلاص مشوي وعندنا الفرن وعندنا كل حاجه. طيب نقول بقى المقادير بتاعت السلطه يلا تاني نقول عندنا. السلطه بقى. عندي خيار، عندي فلفل الوان، عندي فلفل حراق، عندي جزر مبشور، بصل، بقدونس، جرجير، طماطم. ايه التوابل ده فيها بتاعتي. جرجير؟ اه والله والله. انا بحس انها بقدونس في كتير. اماكن بتحط جرجير وفي اماكن وفيها بتحط بقدونس بس. تمام. احنا عملنا ميكس بين الاثنين. ماشي. تمام. عندي كمون، عندي خل، وعندي ليمون. ولو انا عايز بقى سبايسي اكتر هحط شويه شطه. المطاعم كلها بتحط شويه شطه بتحط شويه شطه. وعندي الملح. ماشي. تمام. ايه بقى اللي يخلي في ناس كتير ما تبقاش عارفه الميه دي بتيجي منين؟ ايوه. مش من الحاجات دي بس. لا أنا بيحطوا بحط ميه. بالظبط. ايوه انا بحط ميه على السلطه. والتوابل بقى واسيب السلطه بس لازم تقعد تتساب. عندي شويه. ايوه بالظبط عشان تبقى- تاخد طعم الطماطم والخيار والحاجات دي. ايه ده هيام بتقول ممكن نحط تلج تلج الايه؟ ما انا لو ما حطيتهاش في ثلاجه وسبتها بره لازم احط لها تلج. لو ما حطيتهاش ماشي. اول حاجه عندي هحط شويه ميه. تمام. وهتبل بقى الميه دي عندي كمون. تمام. خلي التوابل عندي ايه تبقى كويسه شويه. ايوه كميه شويه. عندي رشه شطه. ايوه. تمام. والملح. ماشي. وشويه خل. واخر حاجه عندي ايه الليمونه. يعني ملح وفلفل وشطه وليمون وخل. ايوه بالظبط كده. طبيعي العادي. ما فيهاش افتكاسات دي بقى. بالظبط كده. بعد ما عملت الحاجات دي هتبلها، هقلبها الاول وبعد كده اروح نازل بالخضار عندي. تصدق فكره انك شويه تحط الشطه الاول اللي انا هم اللي لونوا الميه عندي. ايوه بقى لونها زي بتاعه المطاعم. وهنزل بقى بالخضار ايه البصل. بس انا بعمل العكس فالفكره دي احسن. بالظبط. انا عندي قلنا بصل، جرجير، بقدونس، جزر، فلفل حراق، فلفل الوان، خيار، طماطم. ايوه. هنزل بقى بالحاجات دي كلها مع بعض كده. وابدا اقلب بقى كل ده مع بعضه كده. عايز بقى تزود الميه ممكن ساعتها. بالظبط كده. لو هتزود زود التوابل عشان تبقى برضو لطيفه يعني. هسيبها بقى، احنا مش هنعملها دلوقتي، مش هنغرفها دلوقتي لحد ما سيبها بقى إيه؟ شويه كده ايه الطعم بتاعها شويه. ايوه. ونشوف عمنا الشيش ده. هبدا بقى ايه ايوه نقلب بقى. بصوا بقى الشكل بتاعي. بالشكل ده كده. بس وهي عاليه كده تستوي. واحنا قلنا بقى اتفقنا ان احنا الشيش اوريدي اصلا حاطينها وهي ما بتاخدش بتاخدش وفي نفس الوقت حاطين لها زبادي. بالظبط كده. هي بس على الاربع جناب كده كل جنب دقيقتين. ماشي. وهتبقى استوت معانا. اوكي. نبص على الرز كده الايه نقلبه تقليبه كده ونشوفه. اهي انا حطيتها تحت سوري. اهو خلاص اهو 10 دقايق كمان وهلاقيه استوى معايا. طيب. نعلي النار كمان عليه شويه عشان الميه بتاعته كتيره. تشرب على طول. يلا قول لنا تاني بقى. نقول كده ايه نقول الشيش احنا تبلناه عندي. جبت بوله حطيت فيها علبه زبادي ساده، حطيت فيها معلقتين مستردة،
حطيت فيها ليمونه، حطيت فيها ملح وفلفل، رشه بابريكا وجنزبيل، وحطيت فيها زعتر. ممكن نحط زعتر فريش او مجفف. قلبنا كل الكلام ده مع بعضه، وتبلتها طبعا بملح وفلفل مع التوابل، وقلبت فيها الفراخ كويس، وبعد كده حطيتها في التوزبيكس اللي عندي الطويله دي مع بصل وفلفل الوان. سخنت الطاسه عندي كويس قوي، ولازم تكون سخنه عشان ما تنزلش ميه عندي، وبدات انزل فيها الفسيخ بتاعتي كده. بالشكل ده. بقى عمرو، ما تقول لنا سر الطحينه؟ يعني قول لنا لو هنعمل طحينه نعملها ازاي، عشان الاكله دي كده مع دايما السلطه دي بالنسبه لي طحينه جنبها يعني. طب نقول طريقه طحينه حلوه قوي ومحدش هيقولها لنا وتبقى طعمها جميل قوي. قول لنا. لما اجي اعمل الطحينه هجيب شويه طحينه خام. تمام. ويفضل تكون من المحلات بتاعه الطحينه والعسل والحاجات دي اللي هي الطحينه الخام، مش العلب، مش اللي احنا بنستخدمها بالظبط كده. لان العلب دي ما بتبقاش خام قوي، فمش هتديني كميه والتست اللي انا عايزه. تمام. هجيب كوبايه طحينه خام، احط عليها فصين توم، واحط عليها ربع كوبايه زيت زيتون. اوكي. تمام. وهتبلها بملح وفلفل وكمون وشطه بسيط. اوكي. واجيب عندي ميه تكون سخنه، وانزل بالميه دي واحده واحده واقلب. تمام. اول ما يبدا القوام بتاعي يخف شويه، اروح حاطط معلقه خل. اوكي. يبدا القوام بتاعي يتقل تاني. اديها شويه ميه صغيرين لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزه، واسيبها تبرد مثلا 10 دقائق ولا حاجه، وبعد كده اقدمها واكلها. الزيت الزيتون هيديني تيست عالي قوي، ولمعه في الطحينه حلوه قوي. هتبقى مختلفه 180 بعملها زي كده، بس فعلا زيت الزيتون دي ما بحطهاش. هينقلها في مكان تاني خالص. اوكي. زيت الزيتون وفصين الثوم اللي انا فرمتهم عليه. اوكي. حلوه دي. خلاص احنا فاضل بس جنب واحد. ريحه جباره. ممكن بقى وانا بعمل كده حاطط ورقتين لوري كده وحبيتين حبهان. عمرو بيعمل حاجات زي بالظبط، كنت لسه والله بفكر في نفس الموضوع. لو حطيت ورق لورا ده هيعمل ريحه فظيعه. يطلعوا بقى ريحه عندي كده مع الزيت اللي تحت، يطلعوا ريحه كويسه. تبدا بقى ريحتهم تطلع على الشيش. تحفه. نقول الرز. انا كان عندي كوبايتين رز بسمتي، اللي هو الحبايه الطويله. جبت عندي حله فاضيه، حطيت فيها معلقه زبده وزيت، وحطيت البصلايه ناعمه، قلبتها لحد ما دبلت. بعد كده تبلت عندي بماجي بشوربه، مكعب ماجي شوربه، وحطيت جنزبيل والملح بتاعي. قلبته كويس، وبعد كده حطيت 3 كوبايات ميه سخنه او شوربه. تمام. غلت، رحت نازل بالرز عندي، واروح حاطط معلقه اللي هي بودره الزعفران اللي هو اللون الاصفر. تمام. تحفه. ولونها بقى حلو. بالظبط. وريحه وطول ما انت بتقلب ما بتتحرقش فعلا. انت بس لازم تبقى مركز ان انت كل شويه تقلب نقلبها كويس. ولازم تبقى على نار عاليه. بالظبط كده. طول ما النار عاليه عندي عمرها ما تنزل وهتبقى من بره احمرت، ومن جوه محتفظه، لان متهيألي انها لو ممكن تنشف لو عملنا لو انا ميتها هتنزل وهتنشف. بالظبط. القطعه عمرها ما هتبقى بالحجم بتاعها، هتنزل للنص على طول. صح. نغرف بقى السلطه. والله ممكن الولاد ياخدوها الصبح في المدرسه في السندوتشات. او ياكلوها كده لو هم عاملين ريجيم يعني. نجيب بقى الطبق اللي هنقدم فيه السلطه. ده هي لازم تتقدم في البوله دي. وناكلها بالبوله. ايوه ارجوكوا. انا السلطه دي لازم اعملها مع السمك، ولو بتعملي لو بعمل اكله مشويه يعني حاجه مشويه زي ما انت بتعمل كده. ايوه بالظبط. يعني دي السلطه بتاعتها.
ريحه السلطه كاني قاعد في مطعم بالظبط. لا والله استنى. اوه فعلا، ايه ده؟ افتكرتك بتبالغ. وعبي بقى عندي الكوبايه أيوة. اللي احنا قلنا عليها. ايوه دي مش هصبر بصراحه، مش هقدر. انا عايزه اقول لك ان الترشي البلدي بتاعنا انا بشرب الميه بتاعته كده. دي كوبايه الميه. يعني ما اقولكوش، هدوق. انت جبار، دي فظيعه. نفس بتاعه المطاعم بالظبط. طيب. بالظبط بالظبط بالظبط. وبعدين دي حتى من غير ما نقعناها كتير يعني، او سيبناها فتره طويله. ما هو انا اخلي التوابل الكمون عندي والخل والليمون إيه ده؟ مركز شويه. ايوه هيديني التست على طول، ومش هحتاج ان انا احطها شويه في اسيبها شويه. بص على الرز تاني. نبص على الرز سيب على الرز عشان خلاص. قصه الاورنج دي عايزه اعرفها ازاي. حان وقت الايه؟ حان وقت الاورنج. هدي بقى النار دي شويه. ايوه تمام. عندي بوله فاضيه صغيره خالص اهي. ايوه. هحط فيها نقطتين ميه. اوكي. مش كتير خالص يعني. تمام. واجيب الايه؟ اللون البرتقالي. طب انا بقى لو عندي لون من اللي هو السائل، مش هحط ميه، مش هحط ميه، هحط اللون على طول. بالظبط. اوكي. بس انا ما بجيبش البودر ده، انا بجيب السائل. اهم حاجه وانا بجيبه يكون لون غذائي. تمام. هقلب بقى ايه اللون ده بتاعي كده. انا شاكه. انا وطيت النار خالص، لا ما تلاقيش خالص. تمام. اللون البرتقاني بتاعه. تمام. بص بقى. اروح فاتح بقى الحله كده. ايوه. وحطه في جنب واحد كده ايه. لا والنبي. رشه كده. اوكي. تمام. ايوه. بس كده. مش هحط ايدين. بس كده؟ وما اقلبش. ما اقلبش. اسيبه 10 دقايق تاني. لو قلبت دلوقتي على طول كله هياخد اللون التاني. لكن لما اسيبه شويه كده الحب اللي جه عليه هو اللي هيبقى لونه برتقاني. فاجي بعد ال10 دقايق اقلبه. هيبقى كل ده لوحده وده لوحده، فيطلع اللونين معايا. ايه الفكره دي؟ ده حد قاعد يفكر فيها ويجربها كتير قوي على فكره. حاجه عبقريه كده. يلا عشان خلاص قدامنا بقى 5 دقايق اللي هي موضوع الرز. هبدا اقدم ده بقى كده زي ما المامهات اللي ما بتتحرقش، الشيف عمرو. لا خالص. بالظبط. هي افشع حاجه في الحياه بقى غسيل البتاعه دي. اجمل حاجه بقى شويه الايه، البصل والفلفل اللي طلعوا دول. بس انت بتفكر في ايه وانا بفكر في المواعين؟ انا بفكر في المواعين دلوقتي. نقول حاجه بسيطه، احنا لو حطينا فيها شويه ميه بسيبها بقى وسبناها تبقى تبقى انا الحاجات دي بحط فيها ميه واسيبها. يلا بقى عشان عايزه. ايوه. الله. مناخيري اللي بتدوقي الاول. لو عملنا فكره كمان لو عملنا فكره اسمها ايه، الفحمه. ايوه هتبقى فظيعه برضه. يلا بقى عشان لازم نحط الرز. هنحطه على طول اهو. اقلب بقى الرز عندي. هبدا بقى ايه اقلب كده. لو سبته دقيقتين كمان طبعا كان هيبقى افضل. تمام. هبدا بقى ايه اغرف الرز عندي. واو واو واو. يلا كده قول لنا نقول تاني. يلا. احنا معانا دقيقه فمش هنلحق نقول، احنا خلاص قلنا. بس هات لنا الرز. نجيب الرز على طول. يلا بقى. وادي الرز كده عملنا الرز البسمتي اللي هو المندي ده، بس احنا مش يعني من غير وقلنا عملنا ايه بالظبط. وعملنا شيش طاووق وعلى النار على فكره. وعملنا كمان السلطه بتاعه الحاتي. بشكرك يا عمرو، يسلم ايدك. بنشكر الشيف عمرو عبد الناصر، بجد يسلم ايديك. ومشاهدينا جربوها بقى وبالهنا، وان شاء الله بكره معانا فريق عمل اخر وبالهنا.